برج القوس الناري، كل عام وانتم بخير. الشهر ده باذن الله يكون شهر سعيد جدا جدا عليكم، خصوصا ان الشمس موجوده في برج الدلو، بيتكم الثالث، بيت العلاقات. الشمس عطارد بلوتو موجودين في برج الدلو. ده معناه ان لو انت يا برج القوس عندك مشاكل عاطفيه مع احد الشركاء، او عندك علاقه هشه او علاقه عاطفيه هشه، ده معناه انها هتندثر تقريبا او هتخلص خالص خلال هذا الشهر ان شاء الله باذن الله، وتبتدي مكانها علاقه قويه. اما طبعا الناس المتزوجين او المخطوبين او اللي موجودين في علاقات رسميه، فان شاء الله باذن الله يكون عندكم مصالحات، عندكم وقت كويس جدا جدا تقدروا ان انتوا تعيشوا فيه مرتاحين هذه الفتره يعني مع الشريك بتاعكم. طيب، الشمس هتفضل موجوده اول تلتين من الشهر، يعني لغايه يوم 20 فبراير ان شاء الله في برج الدلو، وبعدها بتنتقل الى برج الحوت، برج مائي من 20/2، وتفضل موجوده فيه لغايه تقريبا 21/3 ان شاء الله باذن الله. طيب، ده معناه ايه؟ ده معناه انه الشمس هتكون عامله تربيع فلكي معاك، لان برج الحوت بالنسبه لك هو البيت الرابع. التربيعه الفلكيه معناها ان انت هتكون تحت المجهر، كل كلمه هتقولها لازم تكون محسوبه، لازم تبقى عارف انت كلمتك طالعه فين ورايحه فين وجايه منين. اولا لازال لسه في تراجعات في المريخ في برج السرطان، وبتنتهي ان شاء الله باذن الله يوم 6 فبراير. وبعدين عندنا كمان المريخ يبتدي ياخد خط سيره مظبوط ويمشي في دورته الصحيحه من يوم 6 ان شاء الله، فده يخف عندنا شويه المعاكسات، ويخف عنك يا برج القوس شويه التعب والارهاق اللي انت فيه. انت في مشاكل بقالك شويه، انا نقدر نقول لك ان انت ممكن من يناير عندك مشاكل، بالرغم من انه الشمس موجوده في مواقع داعمه جدا جدا ليك، الا انه المريخ موجود في مكان مش لطيف. هو اولا كوكب سيء السمعه، وموجود في موقع انت حاسه ان هو في برج السرطان، وكمان متراجع. طب ازود لك على ده كمان تراجع في برج الجوزاء اللي هو المشتري، ده هينتهي ان شاء الله باذن الله يوم 14/2، عيد الحب باذن الله ان شاء الله. وكمان عندنا ان شاء الله عطارد ينتقل من برج الدلو ويروح لبرج الحوت يوم 14. انا عارفه انتوا مش عايزين نتكلم خلاص عن حركه الابراج، حركه قصدي الكواكب، انتوا كل اللي يهمكم ان احنا نتكلم عن اللي هيحصل خلال هذا الشهر. فاول 20 يوم من الشهر او الاول تلتين من شهر فبراير ان شاء الله يا برج القوس يكونوا ايام كويسه جدا جدا، خصوصا على مستوى الشراكات، يعني الشريك العملي، الشريك العاطفي، يكون عندك توطيد لعلاقتك معاهم، ويكون عندك ايام سعيده تقدر تعيشها معاهم. وكمان ممكن يكون عندك رجوع اشخاص من الماضي، لو كنت متزوج وحصل انفصال بينك وبين الشريك ممكن جدا يحصل رجوع خلال هذه الفتره ان شاء الله. برج الدلو بيدي لك دعم عموما، لان هو زي ما قلت لك هو بيتك الثالث، يعني بيعمل لك كل حاجه كويسه ليها علاقه بالشراكه. لو انت عايز تقدم على سفر، فغالبا انت عندك سفر خلال هذه الفتره، يعني انت من يوم 20/2 من 20/1 لغايه 20/2 فتره مليئه بالسفر ومليئه بالانتقالات من مكان الى مكان، ومليئه بانك انت لو عايز تسافر بره بلدك، او عايز تروح محافظه لمحافظه ثانيه، عندك انتقالات واكتر من انتقاله هتحصل. برج القوس ما عندكش استقرار في مكان، لا كلها سفريات او كلها خروج من مكان الى مكان، وهتكون حاجات كلها سعيده، مش هيكون فيها اي حاجه وحشه ان شاء الله باذن الله. الناس اللي زي ما قلت لكم، الناس اللي عايزه اللي في الامتحانات ان شاء الله باذن الله الشهر ده، الناس اللي مستنيه نتائج ان شاء الله تكون في صالحهم، الناس اللي دخلت مشاكل قضائيه لحد 20/2 الدنيا ماشيه في صالحك ان شاء الله. من بعد 20/2 اقول لك خلي بالك وخد حذرك. الناس اللي كانت بتدور على انها تشتري مكان جديد، تشتري بيت جديد، تشتري عربيه، تشتري حاجه، ان شاء الله باذن الله ممكن ده جدا جدا يتحقق معاكم، لكن ده هيكون ممكن خلال شمس الحمل، يعني من اول 20/3 لغايه 20/4. خلال هذا الشهر لا، ممكن ما يكونش فيه شراء جديد، لكن ممكن يكون فيه تجديد لحياتكم او تجديد لحاجه تكون موجوده عندكم. برج القوس الناس اللي صحتها ان شاء الله باذن الله على المستوى الصحي، انتوا كلكم ان شاء الله باذن الله عندكم حاجه كويسه، وما عندكوش اي مشاكل الحمد لله صحيا ان شاء الله، يعني ما عندكوش حاجه تكون سيفير، يعني مفيش حاجه قويه او ملموسه تكون عندكم، يعني لو عندكم برد، لو عندكم حاجات بسيطه، حاجات كلها بتعدي وبتروح خلاص مفيش فيها مشكله. الناس اللي كانت بتدور على انها تدور على شغل جديد، ممكن جدا يكون عندكم خلال هذا الشهر توقيع عقود جديده او شركاء جداد يبتدوا يخشوا معاكم في علاقتكم الموجوده دلوقتي. الناس اللي كانت مستنيه زواج او مستنيه خطوبه او مستنيه حاجه معينه، يمكن جدا جدا يحصل خلال هذا الشهر. الناس اللي عندها علاقات جاده في حياتها او علاقات عاطفيه جاده، ان شاء الله باذن الله انتوا عندكم انصاف خلال هذا الشهر. اما الناس اللي هتكون عندها علاقات مذبذبه، هم دول اللي ممكن نخاف عليهم شويه، او نقول لهم خلوا بالكم شويه، بلاش انفعالات، بلاش تخشوا في مشاكل مع الشريك، لان كمان ممكن جدا جدا يحصل مشاكل قويه جدا جدا بينك وبين الشريك ده، ويحصل انفصال في هذه العلاقه. لكن الناس اللي كان عندها جواز وحصل انفصال، الناس اللي كانت مخطوبه وحصل انفصال، ممكن جدا يحصل رجوع خلال هذا الشهر. ممكن كمان الناس اللي كانت مستنيه طفل ان شاء الله باذن الله من مواليد برج القوس، ممكن جدا يكون فتره كويسه جدا جدا للحمل واللي انتوا يعني يبقى تبقوا جاهزين ان يكون في اطفال.
ده للستات. اما للرجاله ان شاء الله باذن الله ممكن زوجاتكم او الناس اللي معاكم ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقهم باذن الله بذريه صالحه، خصوصا من بعد 6 فبراير. اصحاب برج القوس الشهر ده شهر حلو وشهر كويس جدا جدا بالنسبه لكم. اتمنى لكم الخير والسعاده، وكان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والطاقه والتوقيت. سلام.